السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ جينا بقى مع بعض في فيديو جديد، بس فيديو بقى من النوع التقيل، كحك العيد. العلبة اللي معانا دي طبعا خدعة، احنا عاملين الكحك بايدينا، بس العلبة دي كانت عندنا، رصينا فيها الكحك. ولا بصوا ولا تقولوا لي توينكي بقى ولا اي ماركة تانية. عملت مقدار مش كبير، انا عامله بس 2 كيلو من الدقيق، وهنشوف مع بعض دلوقتي بالتفصيل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا على الميزان اهو كيلو و100 جرام من السمنه. السمنه دي اللي معايا 400 جرام سمنه روابي، وال 700 جرام الباقيين كلهم سمنه بلدي. كمان معايا شوية كده، كان عندي شوية عجوة، والعجوة اللي معايا كانت بالنوى بتاعها، مش العجوة المفرومة اللي بتتباع جاهزة، لا مش بحبها، لاني يعني تجربتي معاها سيئة ودايما بتطلع بتقرقش، معرفش ليه. فحطيت عليها معلقة من السمنة البلدي على العجوة، ورشة قرفة بعد ما فصصتها طبعا وطلعت منها النوى والحتة اللي بتبقى في البلحية من فوق. وبعدين هكورها بقى وهشكلها عشان تبقى سهله وسريعه. اخد حته العجين احط جواها العجوه وتبقى تمام. ايه اللي انا حطيته على السمنه ده؟ حطيت 4 معالق كبار من السكر البودر، سكر بودر، ونخلته بحيث ان ما يبقاش فيه اي حبيبات خالص. حطيت السمنه بتاعتي اللي هي كيلو و100 جرام، حطيتهم في المضرب. طبعا الكبه بتاعتي دي انا الاول غسلتها كذا مره، وكمان لفيت فيها يعني ضربتها، اديتها ضربتين كده بليمون، بحيث لو فيها اي ريحه بصل تضيع منها خالص. هحط فيها السمنه بقى مع السكر، يفضلوا يتضربوا كده في مضرب البيض لحد لما لونهم يفتح يبقى زي الكريمه بالظبط. في الطبق بتاعي قلت بسم الله الرحمن الرحيم، وحطيت 2 كيلو من الدقيق، وذرة ملح كده، رشة صغيرة ما بين صباعيني، يعني اقل رشة ممكن تحطيها. حطيت معلقة واحدة بس صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. حطيت كمان 6 معالق من السمسم المحمص، 6 معالق، ولو مش بتحبي السمسم ما تحطيوش خالص. دول شوية من المحلب، معلقتين كبار. انا شارياه كده من عند العطار، هو مطحون جاهز، والحبة دول كده ب5 جنيه، فانت ممكن تقولوا عايزة ب5 جنيه محلب وتقضي بيهم الغرض. مش بتحبي المحلب حطي ريحة كحك، بس ريحة المحلب تحفة 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 يعني. الازازة الصغننة دي انا حطيت نقطتين بس من ريحة الموز، بس صراحة المحلب احلى بكتير من ريحة الموز. بصوا السمنة بتاعتي بقى لونها ازاي، فاتح خالص زي ما تكون كريمة، وقوامها رهيب رهيب. نزلت بيها على الدقيق مع البيكنج باودر، معلقه الواحده الصغيره الممسوحه، والسمسم والمحلب ورشه الملح، كل ده قلبت بقى السمنه بتاعتي معاه. بصي بقى، دي 50% من نتيجه الكحك بتاعك في الخطوه دي، انك تمسكي الدقيق بتاعك ده، تبسيه بقى وتدعكيه، بصي تشخلعيه كده اقعدي شخلعي فيه في الطبق لحد لما يقولك خلاص كفايه ارحميني. بصوا الشكل بيتغير ازاي، شوفوا من لحظة واحدة كان شكله ودلوقتي بقى شكله ما بين ايديكي كده، واقعدي دعكي فيه دعكي فيه. لو تعبتي غطيه بكيس وريحي شوية، وهي كمان تستريح شوية، بعد كده كملي فيها بس تاني. طب لحد امتى اقعد ابس؟ لحد لما الاقيها بقت شبه مثلا، تحسيها مش كريمة يعني تحسيها، قصدي مش دقيق مش عجينة، تحسيها زي ما تكون كريمة زبدة مثلا، وكمان تحسيها بتلزق. بس لو جيتي خدتي منها حتة في ايدك وحاولتي تكوريها بتتكور معاكي. طيب هحط دلوقتي، هحضر معايا عبال ما اكمل برضو شغل تاني فيها. برضو كوباية من المية الدافية، عليها معلقتين صغيرين ممسوحين. بصوا هي بتلزق، بس لما باجي اكورها بتتكور معايا. هعمل فيها حفرة كده، وحطيت الكوبايه الميه الدافيه اللي فيها معلقتين صغيرين من الخميره، معلقتين ممسوحين خالص مش معلقه هرميه، وكمان معاهم كنت حاطه معاهم معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من السكر البودر، بحيث ان الخميره بس تلاقي حاجه تتفاعل بيها، يعني تنشطها. يا دوب بمجرد ما بحط الميه، يا دوب تقليبه بس، الميه تتشرب كده في قلب او الدقيق يتشرب للميه دي. هاخد حته كده واكورها تجربه. لو لقيتها بتنتش او لقيتها بتشقق، اعرف ان هي لسه محتاجه حبه صغيرين من الميه. بصوا لما دوست عليها بالبصمه شققت كده من الجنب. هاخد بقى
تلت كوبايه ميه. يعني انا خدت في الاول مج من الميه، ايه اللي هكمل بيه تلت كوبايه، مش هقولك نص، لا تلت كوبايه. هنزل بيها على مرتين كمان، مش هنزل بيها مره واحده، لان ممكن دقيق ما يحتاجهاش وممكن دقيق تاني يحتاج سنه زياده. يا دوب بس بديله تقليبه كده، بمجرد ما الميه بتختفي خلاص هجرب واحده كمان. انا بعمل معاكم بالتفصيل عشان لو في اي واحده اول مره هتعمل كحك العيد ما تحسش ان ايه العجينه باظت، او طب انا ماشيه صح ولا غلط. اما قدامك بقى كل الخطوات اهي بالتفصيل. بصوا انا ما بعجنش يا جماعه، الميه اتحطت مفيش عجن، نوع عجن. العجن بيخشن او بينشف الكحكيه، الميه الزياده بتنشف الكحكيه، والسمنه القليله كمان بتنشف الكحكيه. بصوا بقى دلوقتي لما نقشتها او بصمتها ما شققتش. هعمل بقى تجربه، لازم تعملي تجربه. الفرن بتاعتي سخنه، هعمل شويه كده في الصينيه دي، مش هكملها كلها، شويه حلوين كده قد طبق، وهسويها وهشوف النتيجه لما يطلع. بس النتيجه بصراحه كانت مبهره. عايزه اقول لكم ان احنا نسفنا بقى اللي في الصينيه اللي استوى ده، نسفناه كده. بصوا شكل الكحكايه، حسيها كيوت كده وعسوله، يعني تتاكل نيه. دي كانت عجوايه مقلبظه شويه، شلت منها حته. وعايزه بقى تنقشي بالمنقاش معاكي كده وقت وبالك رايق، انقشي. انا نقشت شويه وبصمنا الباقي عشان كنت زهقت. شفتوا الكحكايه ازاي ناعمه ودايبه ازاي، بتتكسر كده من اقل لمسه. بس في نفس الوقت لو ماسكاها في ايدك عادي هتتمسك، يعني مش اللي هو مهربده خالص، لا. عملت بقى ايه العجوه اللي هي اللي كنت عاملاها صوابع دي، عملت لها عجينه شبه ورق الشجره كده. بس ناعمه ازاي، وريحتها بقى ما اقولكوش. والطعم طبعا، الريحه والطعم كمان. حضرت شويه لوز، لو عندك اي نوع تاني من المكسرات حابه تحشيه مفيش مشكله، حتى لو سوداني مفيش مشكله. احنا مش بنحب ولا الملبن ولا العجميه، فبنكتفي بقى ايه شويه ساده، شويه لوز، شويه عجوه، وكده بيكون يعني ايه تمام قوي معانا. عايزه اقول لكم ان انا يعني بصوا مش عارفه اخبي علبه الكحك فين. كل شويه بعد الفطار ماما مفيش كحك، ماما فين الكحك كده يعني. وزوجي بقى كل شويه يقول لي ما انا قلت لك ما تعملوش دلوقتي، خلاص بقى انت حره، هو هيخلص قبل العيد هيخلص. مش مهم، يلا بألف هنا. بصوا بقى ركزوا معايا كويس جدا جدا في النقشه. هتلاقوا ان بعد التسويه النقشه دي ولا راحت ولا ساحت، ولا الحجم بتاع الكحكايه قلبص كده ونفش وبقى يعني بقت منعكشه، لا بالعكس، هتحسوا ان هي نفسها زادت سيكه صغننه قوي، وفي نفس الوقت الرسمه زي ما هي. وهترشي عليها السكر البودر هيقعد عليها، وده قلب كراميلة قلبي. ده قلبها. وادي الكحك بتاعنا بعد ما استوى، اللي فيها العجوه مفتوحه دي يعني ايه، هي انا رقتها اكتر وهي عجينه اصلا، عشان كده بس باينه العجوه منها. بصوا بقى الفرن مهمه جدا. هدي الفرن، ما تخليهاش اعلى حاجه، خليها تسخن كويس، بعد كده هديها شويه يعني تبقى وسط، بعد ما تسخن تخليها وسط. وتحاولي تفتحي الشوايه برضو على الهادي عشان ما تاخدش لون شديد من فوق. وادي الكحك بتاعنا، رصيته بقى في العلبه اللي هي الخدعه اللي انا كنت عاملاها لكم في اول الفيديو دي، مش توينكي ولا حاجه. هي علبه توينكي بس. فردت فيها المشمع ده، ورصيت بقى طبقات كده علشان الكرتون ما يمتصش السمنه بتاعتي اللي في الكحك، وحافظ عليه ولا ريحته تغير ولا طعم ولا اي حاجه. كل طبقه احط فيها المشمع ده فوقيها، ورص الطبقه اللي بعدها شويه سكر بودر بقى طحنتهم ونخلتهم كمان عشان ما يكونش فيه سكر خشن، وفضيت عليهم ورقتين من الفانيليا، وهرشه على الكحك بتاعنا. احلى كحك ممكن تاكليه هو اللي انت عاملاه بايديكي. اخدميه صح، اتبعي الخطوات صح، والمقادير اوعي تلخبطي فيها. كل سنه وانتم طيبين.